اختصم رجل كندي ورجل حضرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا الرجل أخذ أرضي وهي إرث لي أبا عن جد. فقال الرجل الكندي، كندة هي طبعا أرض، هي قبيلة كانت في اليمن. فقال الرجل الكندي: يا رسول الله، إنها أرضي تحت يدي أزرعها وأقوم العمل عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الحضرمي: ألك ما يثبت ذلك؟ يعني هل لك بينة؟ هل لك شهود؟ فقال الرجل الحضرمي: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ليس لك إلا أن يحلف. قال الرجل الحضرمي: يا رسول الله، إنه رجل فاجر، إنه رجل فاجر لا يبالي، يعني هذا الرجل فاجر لا يبالي، سوف يحلف ظلم وجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. فلما تولى الكندي ليحلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على ماله ظلما، يعني على مال الحضرمي، أما لئن حلف على ماله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، أي سيلقى الله يوم القيامة وهو الله ساخط عليه. رسالة في هذه القصة: يا من تأخذون أموال الناس، يا من تأخذون ممتلكاتهم وأرضهم، اتقوا الله، سوف تقابلون الله يوم القيامة وهو عنكم غضبان. رسالة أتمنى أن تصل إلى كل من أخذ حقوق الناس، فالله أن تعيدها قبل أن تلقى الله.